السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حلويات كراميلا مع فيديو جديد ووصفات جديده. غادي نحضروا 4 ديال الوصفات في هذا الفيديو، ممكن كاقتراحات هكذا للغوتي او للعرضات. وصفات سهله كما دائما عودتكم. غادي نحضروا هاد لاطارت هذه بواحد الكريمه اللي كتجي لذيذه بزاف وطريقتها سهله وكتخرج كميه وفيره. غادي نحضروا ايضا مسمن الجيوب او لا هذا المسمن هذا اللي كيكون بريستيج، سبق لي وجربته معكم في واحد رمضان شحال هذه، فعلا رائع وبزاف ديال الاخوات اللي ولاو كيعتمدوه، كيجي رائع وفي الحطه ديالو كيجي اكثر من رائع. هنا غادي نحضروا لي زاموندين باسهل واسرع طريقه على طريقه المحلات الكبرى، وايضا هاد الطارت هذه او لا هاد الكيك هذا اللي كيكون كيك دامي فعلا رائع في الشكل ديالو، حتى في المذاق كيجي اكثر من رائع. وصفات سهله كما دائما عودتكم، كنتمنى انكم تجربوها كما دائما كتجربوا وصفاتي. شكرا لكم بزاف على دعمكم وتشجيعكم، وبطبيعه الحال الا عجبكم هاد الوصفات ما تنسونيش من لايك وايضا تشاركوا في القناه الا مازال ما مشاركينش مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. خليكم على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وغادي نبداو بسم الله على بركه الله بالكيك دامي اولا كيكه الشطرنج. غادي نحتاجو هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، كاس من السكر، الفانيلا استعملت 2 اكياس، ورشه ملح لتصحيح الذوق. غادي نحاولوا نطربوا المكونات جيدا بالطراب اليدوي فقط حتى كينسجموا المكونات مزيان مع بعضياتهم. وغنضيفوا كاس ديال الزيت ما يعادل 150 ملل. نحرك المكونات جيدا ثم غادي نضيف كأس من الحليب. الكاس دائما بقياس كأس العنبة، هنايا 150 ملل ايضا. وغادي نخلطوا المكونات مزيان. من بعد غادي نضيفوا هنايا الدقيق او الطحين او الفرينه. استعملت تقريبا واحد 200 غرام تقريبا او 200 وشي حاجه، تقريبا 240 غرام بالضبط، مع 2 اكياس من خميره الحلويات. هنا غادي نطربوا المكونات او نخلطوا المكونات. ضروري نحصلوا على خليط اللي كيكون ثقيل شي شويه، ماشي بحال الخليط ديال الكيك. انا هنايا لان فعلا الدقيق كان خاصني تقضى لي الدقيق في اخر لحظه، لهذا غادي تشوفوا الخليط شويه ثقيل. هذا الكيك دامي ضروري ان الخليط يكون ثقيل شي شويه، ما كيكونش خفيف. فهنايا كما ذكرت يعني الدقيق تقاضى. فهنايا غادي تشوفوا معايا خويت هذا الخليط هذا في مول القياس ديالو 40 سنتيم على 25 سنتيم في هذه الصينيه اللي كتكون مستطيله. وغادي نوزع مزيان هذا الخليط هذا وندخلو الفران على 180 درجه دغيا. كطيب هذه الطبقه ما كتاخذش اكثر من 10 ديال الدقائق. نفس المكونات اللي استعملتها، لكن هذه المره نقصت 2 معالق ديال الدقيق وعوضتهم بالكاكاو باش هكذا نحصلوا على كيكه اخرى بنفس المكونات، لكن هذه غادي تكون بالكاكاو او يكون اللون ديالها اسود. غادي نخلطوا المكونات مزيان، يعني استعملت نفس المكونات كما ذكرت، السكر، البيض، الزيت، الحليب و2 خمارات، ودرت ايضا الدقيق. وغادي نطيبوها في نفس المول اللي طيبنا فيه يعني الكيكه الاولى باش هكذا يكونوا عبار واحد. صافي غادي نوضع الخليط ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي نوزع مزيان الخليط وندخلوه للفران اللي كيكون مشعل من قبل على درجه حراره 180 بنفس الطريقه. هنايا الخليط اللي غادي نستعملوه هكذا باش غادي نلصقوا بين الطبقات. هنايا خديت كميه من الشوكولا، استعملت كالا يعني ارخص شوكولا، وضفت ليها هاد لاباط دو شوكولا باش هكذا نحصلوا على واحد الغاناش اللي كيكون يعني ما كتكونش ديك الطبقه اللي غادي نلصقوا بها او لا داك الكلاصاج اللي غادي نكلاصيو به ما كيكونش قاصح وانما كيكون رطب. هنايا ممكن نضيفوا حتى الزيت راني ضفتها اصلا مع الشوكولا باش هكذا تكون هذيك الصلصه خفيفه. هنايا بالنسبه للكيكات من بعد ما كيطيبوا صافي كيكونوا هذا هو الشكل ديالهم. حيت الكيكه الاولى هي اللي غادي نوضعوها البيضاء، وغادي نوضعوا فوق منها كميه من هذيك الصلصه ديال الشوكولا كتكون خفيفه، ضفت ليها الزيت وايضا هذوك 2 معالق كبار ديال هذيك لاباط دو شوكولا. صافي هنايا غادي نبداو هكذا نوزعوا هذيك الشوكولا بهذا الشكل هذا، وكناخذوا الطبقه الثانيه نوضعوها فوق منها ونحاولوا نضغطوا عليها باش هكذا كتثبت فوق منها. من بعد هنايا غادي نحاولوا نقسموا الكيكه ديالنا اولا هذوك 2 كيكات اللي لصقنا كنقسموهم هكذا في النصف. ضروري تستعملوا هكذا موس منشار باش يتقطع لكم مزيان، وكنعاودوا كل نصف كنقسموه على 2 كما هو موضح هكذا في الفيديو. الطريقه راها سهله ما عندكم فين تلفوا. وكنبداو عاوتاني نقطعوا النصف الاخر حتى هو على 2 بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذوا هذيك الصلصه ديال الشوكولا اللي حضرنا وكنوضعوها هكذا من الفوق باش هكذا غادي نلصقوا طبقه مع طبقه. الطريقه راها سهله،
كنقادو مزيان هذيك الصلصه باش هكذا يعني كنوضعوا طرف فوق طرف، ونفس الطريقه درناها عاوتاني لهذاك هذوك الجوج ديال الاجزاء الاخرين. كنعاودوا نقسموا كل جزء لصقناه كنعاودوا نقسموهم في النصف وكنحلوهم بهذا الشكل هذا باش غادي نلاصقوهم يعني مخالفين مع بعضياتهم باش هكذا كيعطينا داك الشكل ديال الكيك دامي اولا كيكه الشطرنج. كنبداو هكذا نوضعوا الصلصه باش غادي نلصقوا بيناتهم. فهاد المره كنوضعوا الصلصه من الداخل كما لاحظتوا يعني ماشي من الفوق. كنوضعوا كميه هكذا اللي كتكون مهمه باش يلصقوا مع بعضياتهم صافي. وكناخذوا الطرف الاخر وكنوضعوه فوق منه، لكن هنا كنخالفوا الطبقات بطبيعه الحال كما كيبان لكم يعني الشريط الابيض كيكون فوق الاسود باش هكذا كيعطينا هذاك الشكل المعروف. هنايا غادي نوضعوا ايضا الصلصه من الفوق باش غادي نغطيوهم كاملين من الفوق، يعني كتكون خفيفه. كنضيفوا ليها شويه ديال الزيت هكذا باش كتكون خفيفه، وكنستعملوا الشوكولا يعني كالا كتكون اصلا هي خفيفه يعني القوام ديالها كيكون خفيف صافي. وغادي نحاولوا اننا نوضعوا الشوكولا مزيان هكذا نغطيوهم كاملين صافي. غنديرهم في الثلاجه ونخليهم يبردوا الوقت اللي غادي نحضروا الوصفات الاخرى. هنا غادي نحضروا لا كريم باتيسير باش نحضروا لهذيك لا طارت. عندي نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار اولا 3 ديال السكر، و3 ديال المعالق كبار يكونوا ديال النشا اولا بودره الكريم باتيسير، وواحد واحد الكيس ديال الفانيلا. هنا استعملت انا بودره الكريم باتيسير او الكاسترد. الا استعملتوا النشا ضيفوا هكذا 2 اكياس ديال الفانيلا. نحاولوا نخلطوا المكونات حتى كنحصلوا على كريمه نخليوها على جنب هكذا تبرد. غادي نحضروا هنايا العجينه 600 غرام ديال الدقيق اللي هي 6 ديال الكيسان بقياس كاس العنبه. غادي نضيفوا ايضا 2 اكياس من خميره الحلويات و2 اكياس من الفانيلا. نضيفوا رشه ملح ضروريه لتصحيح الذوق، وغنضيفوا هنايا كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام. غادي نخلطوا هاد المكونات اللي كتكون جافه مع بعضياتها حتى كينسجموا. من بعد غادي نضيفوا هنايا كاس ديال الزبده، كما كتلاحظوا كاس ديال الزبده اللي كتكون دايبه. هنايا خديت تقريبا واحد 200 غرام اللي دوبتها وعطاتني كاس ديال الزبده. غادي نحاولوا هنايا نبسبسوا مزيان هذوك المكونات اولا هذاك الدقيق مع هذوك المكونات الجافه في هذيك الزبده، نبسبسوهم مزيان هكذا بيدينا. من بعد عاد كنضيفوا المكونات الاخرى اللي غادي تجمع لينا هذه العجينه هذه حتى نحصلوا على خليط اللي كيكون بهذا الشكل هذا كما هو موضح. غادي نبداو نجمعوا دابا العجينه، غادي نجمعوها بالبيض. غادي نديروا اول 2 بيضات الاولين، غادي نبداو نخلطوا مزيان وحنايا كنضيفوا حتى نشوفوا شحال غادي تاخذ لينا هاد العجينه ديال البيض. بالنسبه لي انا البيض ديالي كبير فاستعملت 2 حبات ديال البيض. هنايا غادي نضيف البيضه الثالثه، ومن بعد غادي نضيفوا نصف بيضه اخرى كما هو غادي يبان لكم دابا في الفيديو. ضفت البيضه الثالثه، غالبا كتاخذ 3 ديال الحبات ديال البيض اولا 3 ونص. هنايا واحد البيضه طربتها مزيان باش هكذا خديت النصف ديالها جمعت به العجينه، والنصف الاخر غادي نستعملوه باش غادي ندهنوا هاد لاطارت هذه قبل ما ندخلوها للفران صافي. هنايا راه العجينه كتكون تجمعات، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، ما خصهاش تكون رطبه بزاف. هذا هو القوام كما هو موضح كيبان لكم صافي. غادي نقسموا العجينه ديالنا، من الاحسن تقسموا واحد النصف يكون اكبر من النصف الاخر. النصف اللي كيكون كبير هو اللي كنبداو هكذا نحلوه بالاستعانه هكذا بالدلاك، ومن الاحسن تستعملوا الورق باش هكذا كيساعدكم انكم توضعوا العجينه ديالكم بكل سهوله في المول. هنايا وضعت العجينه ديالي في مول بقياس 28 سنتيم على 28 سنتيم. ما كندهنوه لا بزبده ولا كنوضعوا دقيق ولا ايضا ورق، مباشره كنوضعوا العجينه ديالنا وراها ما كتلتصقش نهائيا لان فيها كميه مهمه ديال الزبده صافي. كنوضعوا العجينه ديالنا، ضروري تكون العجينه كبيره على القالب باش هكذا كنطلعوا هذوك الجوانب اللي غادي يخلي لنا المساحه فين غادي نديروا هذيك الكريمه اللي حضرنا في الاول. كنبداو نثبتوا مزيان هذيك العجينه هكذا مزيان هكذا في الجوانب، وكنقطعوا داك الزائد بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا واحد الفرشيطه ونحاولوا هنايا نوضعوا ثقوب مزيان في هاد لاباط هذه باش ما تنفخش لينا ملي ندخلوها للفران. من بعد هنايا غادي نحل العجينه الثانيه كنوضعها على جنب، وناخذ كريمه الكاسترد اولا كريم باتيسير اللي حضرنا. كتكون هنايا دفات ما كتبقاش سخونه، كنحركوها مزيان مزيان وكنوضعوها هكذا مباشره فوق هذيك العجينه. هنايا تعمدت نوريكم القوام ديالها، خصو يكون ثقيل شي شويه ما يكونش خفيف. لهذا استعملنا واحد 3 ديال المعالق كبار عامرين مع نص لتر ديال الحليب. كنوزعوا الكريمه ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذوا هذيك العجينه اللي
اللي طلقنا، يعني العجينه الثانيه حتى هي كنطلقوها وكنغطيو بها هذيك الكريمه من الفوق بهذا الشكل هذا صافي. وكنقادوها مزيان، وهنايا كنحاولوا نضغطوا مزيان على هذوك الجوانب باش هكذا كنثبتوا العجينه ديالنا اللي عندنا في الاسفل مع العجينه اللي درنا الفوق. ودائما غادي هنايا غادي نقطعوا عاوتاني داك الفائض اللي كيبقى لينا هكذا في الجوانب بشي موس صافي. وغادي نتكوها مزيان هكذا بشي فرشيطه وغادي ندخلوها للفران. هنايا كندهنها بهذيك نص بيضه اللي بقات ليا، ندخلوها للفران على 180 درجه حتى كطيب. هنايا غادي نمروا باش نحضروا لي زاموندين اولا هذوك الطورطات. اناء غادي نوضع 500 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف ليها نص كاس ديال السكر الناعم اولا السكر كلاصي، نضيفوا رشه ديال الملحه والفانيلا. هنايا استعملت 2 اكياس. غادي نضيفوا نصف كيس من خميره الحلويات او البيكينغ باودر ما يعادل 4 غرام فقط. وغادي نحاولوا هنايا نخلطوا هاد المكونات اللي كتكون جافه مع بعضياتها، نحاولوا ديك الخميره نحلوها مزيان باش هكذا توزع لينا مع الدقيق. ثم غادي ناخذ 250 غرام ديال الزبده. بالنسبه هنايا الزبده اللي استعملت المارغرين، من الاحسن تكون هكذا تكون بارده عندنا في الثلاجه، ونبداو هكذا نحكوها في الحكاكه اللي كتكون يعني في الجهه اللي كتكون غليظه ماشي الجهه اللي كتكون رقيقه بهذا الشكل هذا. من بعد كنحاولوا نلبسوا ديك الزبده كلها بالدقيق. ضروري نخدموا ديك الزبده هكذا، غادي تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كيولي، يعني كنبداو نضغطوا عليها شي شويه باش كندخلوا فيها الدقيق وباش كيجي هذا الخليط هذا مرمل بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا كيولي القوام ديال الدقيق ديالنا. من بعد هنايا غادي ناخذ 2 حبات ديال البيض، غادي نطربوهم مزيان، عاد كنضيفوهم لهذاك الدقيق باش هكذا ما يبقاش لينا البيض في بلاصه وحده. كنضيفوا دوك 2 حبات ديال البيض، وعاد غادي نبداو نضيفوا الحليب بالتدريج بطبيعه الحال. هنايا الحليب راه كنضيفوا يعني ملعقه بملعقه اولا 2 معالق ب2 معالق كما كتلاحظوا، غير شويه بشويه. وهنايا كنحاولوا اننا نجمعوا العجينه فقط، ما كندلكوهاش باش هكذا كتجي هشيشه ما تجيناش قاصحه. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كيكون، فاش غادي نضغط عليها كتكون قاصحه بهذا الشكل هذا. من بعد هنايا غادي نقسمها على 2 وغادي نحلو، من الاحسن هكذا نقسموها على 2 باش هكذا نتحكموا في العجينه ديالنا لانها كتكون قاصحه، فهكذا غادي تكون احسن. صافي هنايا غادي نستعينوا بشويه ديال الدقيق وغادي نبداو نحلو هنايا العجينه ديالنا، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه عاوتاني. غادي تشوفوا معايا السمك ديال العجينه كيفاش كيكون. كناخذوا هنا واحد القطعه اللي كتكون دائريه تكون كبيره شي شويه، ونحاولوا هكذا نقطعوا العجينه ديالنا على شكل دوائر بهذا الشكل هذا. صافي هنايا من بعد ما كنساليو كنحيدوا ديك العجينه اللي كتكون زايده. بالنسبه لهاد العجينه هذه راه ما كنلوحوهاش بطبيعه الحال، راه كنعاودوا نخدموا بها، وممكن تخدموا بهذوك القوالب العاديه ديال لي طارتوليت. صافي هنا كناخذوا دائره ديال العجينه وكنوضعوها في هذاك لو سيركل، كنضغطوا عليها مزيان لتحت وايضا في الجوانب، وداك الزائد كنحاولوا نحيدوه هكذا يعني بشي موس كتجيب هذا الشكل هذا. من بعد كندوزو هنايا باش نحضروا الكريمه. غادي ناخذ 150 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون لينه بدرجه حراره المطبخ. استعملت عفوا الزبده العاديه جدا ديال الاكل اولا ديال لي بواط. غادي نضيف ليها الفانيلا 2 اكياس، وايضا واحد الكاس ممتلئ من السكر الخشن او السكر حبيبات يعني السكر سنيده. وغادي نبداو هنايا نخلطوا مزيان هكذا غير بلا سباتول حتى كتولي ديك الزبده كتنسجم مع السكر. كنضيفوا 3 ديال الحبات ديال البيض وكنبداو نخلطوه. هنايا من الاحسن غادي نستعمل الفوي باش هكذا نطرب مزيان هذيك الزبده مع البيض وايضا السكر حتى كينسجموا مزيان. صافي من بعد هنايا غادي نضيفوا اللوز. هنايا عندي 250 غرام ديال اللوز اللي كيكون محمر في الفران وبطبيعه الحال كيكون مطحون ومطحون مزيان. هنايا استعملته بالقشره ديالو طحنته، ممكن تستعملوها بلا قشره اللي بغيتو. غادي نضيف واحد 50 غرام ديال الدقيق اللي هي نص كاس عنبه وغادي نخلطو مزيان. بطبيعه الحال هنايا انا استعملت الكاوكاو، راه ممكن تستعملوا انا بطبيعه الحال انا استعملت اللوز، ممكن تستعملوا الكاوكاو اللي بغيتو واللي متوفر عندكم. صافي هنايا هذه هي القوام ديال الكريمه ديالنا، كناخذوها وكنوضعوها مباشره في هذوك لي فون دو طارت اللي كيكونوا بطبيعه الحال هنايا راه ما كيكونوش طيبين، كيكونوا مازالين خضر. كندخلوا كلشي للفران يطيب خطره وحده. صافي هنايا غادي ناخذ المكسرات، اي مكسرات عندكم ومتوفرين في الدار. انا هنا عندي مجموعه من المكسرات استعملتهم كاملين، ممكن تستعملوا الكاوكاو، تستعملوا الزبيب، اللوز ايفيلي، انا استعملت هنا الاكاجو واللوز،
صافي من بعد هنايا غادي ندخلهم الفران اللي كيكون مشعل من قبل على درجه حراره 170، يعني كيطيبوا على المهل، على المهل كنخليهم تقريبا واحد نص ساعه، عاد كنشعل من الفوق باش هكذا كيكملوا التحميره ديالهم من الفوق والطياب ايضا. العجينه ديال المسمن غادي نحتاجو هنا 700 غرام ديال الدقيق اللي هي 7 ديال الكيسان، 300 غرام ديال الفينو اولا دقيق القمح الصلب اللي هي 3 ديال الكيسان، وغادي نضيفوا شويه ديال الملحه، قبيصه صغيره ديال الخميره الفوريه اولا خميره الخبز، ومعلقه صغيره ديال السكر. غادي نخلطوا هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم هكذا غير بيدينا، وغادي نبداو باضافه الماء. بالنسبه للماء هنايا راه ما كيكونش سخون اولا دافئ، فقط من الصنبور عادي جدا. غادي نبداو نجمعوا العجينه ديالنا، ضروري تكون عجينه ما تكونش رطبه بزاف، يعني ميها، وما تكونش قاصحه بزاف باش ما تعذبناش. هنايا غادي نبدا نجمع العجينه ديالي، ودائما الماء بالتدريج حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون بهذا القوام هذا كما كيبان لكم في الفيديو. غادي نديرها هنايا في البلاستيك الغذائي، وغادي نخليها تطلق راسها على خاطرها. هنايا عندي الزيت والفينو ايضا الزبده اللي كتكون دايبه باش غادي نورقوه. هنايا عندي العجينه ديالي كلها شكلتها على شكل كويرات صغار باش هكذا ما نطولش عليكم الفيديو، يعني طريقه سهله. وغادي نبداو هنايا نحلوا هذوك الكويرات، ديروهم صغار بحال المشماشه، يكونوا صغيورين بزاف. هنا كنستعملوا شويه ديال الزيت، وكنحاولوا نحلوا هذوك الكويرات ديال العجينه، وكندهنوا بشويه ديال الزبده، وكنديروا شويه ديال الفينو ضروري باش هكذا كنحصلوا على التوريق. وغادي نغلقوا بهذا الشكل هذا للنصف، كنزيدوا نديروا شويه ديال الزبده والفينو، وكنعاودوا نطويوها باش كنحصلوا على مثلث بهذا الشكل هذا. طريقه سهله، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين. من بعد هنايا منين كنكملهم كنبداو نقرصوهم غير واحد شويه ماشي بزاف كما كيبان لكم هكذا في الفيديو. وغادي ناخذوا المقله الثقيله اولا المقله ديالكم الا كانت عندكم هكذا ديال الضو كيكون احسن دغيا كتسربي. نديروا شويه ديال الزيت وكنبداو هنايا نطيبوا فيهم. شوفوا معايا راه كيتنفخوا وكيتورقوا من الداخل. صافي وكنبداو هنايا نقلبوا، وكنبقاو هكذا مستمرين حتى كيطيبوا، وكنحيدوهم كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوهم كاملين. هنايا المرحله ديال التزيين اولا ديال العماره. هنايا بالنسبه للعماره استعملوا الحشوه اللي بغيتو، ممكن ايضا تستعملوا حشوه هكذا اللي كتكون طايبه تعمروها، كيبقى لكم الاختيار. انا استعملت هنايا فرماج اولا الفرماج اللي كيكون شرائح مع شاركوتري اولا لادان فيمي، كيبقى لكم الاختيار في الحشوه. صافي وكنقدموهم بهذا الشكل هذا، كتجي الحطه ديالهم رائعه جدا. هنايا بالنسبه لهاد لي زاموندين حتى هما من بعد ما كنخرجوهم من الفران حتى هما الشكل ديالهم كيجي اكثر من رائع. وهذيك لاطارت من بعد ما خرجتها من الفران دخلتها الثلاجه، خليتها ضروري تبات هكذا ليله كامله اولا 3 4 ديال الساعات باش هذيك الكريمه كتشد في راسها مزيان. هنا دهنتها بشويه ديال العسل، ورشيت شويه ديال اللوز ايفيلي هكذا من الفوق. والكريمه اللي بقات ليا حاولت انني نزين بها هكذا من الفوق بخطوط من الكريمه اولا من هذيك الكريمه ديال الكاسترد. الطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه. وبالنسبه لهذاك الكيك دامي اولا كيكه الشطرونج حتى هي شوفوا الشكل ديالها كتجي اكثر من رائعه، لكن كانت غادي تكون اكثر روعه كون كان الدقيق متوفر عندي. فكل ما كانت العجينه كتكون ثقيله كل ما كتجي هاد في التقطيعه كتجي احسن. فكنتمنى ان الوصفات كلهم اللي حضرت معكم اليوم ينالوا اعجابكم وانكم تجربوهم كما دائما كتجربوا وصفاتي. شكرا لكم بزاف على دعمكم وتشجيعكم. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.